يلا نعمل مع بعض احلى واسهل كيك سبونج بطريقه سهله وبسيطه. هنعمله بالدقيق الجاهز، والمره الجايه باذن الله نعمله بالدقيق العادي ونشوف الطريقه بتاعته مع بعض. شايفين الهشاشه والارتفاع بتاعه عامل ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده كيك السبونج بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا ونشوف عملناه ازاي. معايا نص كيلو من دقيق السبونج الجاهز، هنجيبه من اي محل بيبيع مستلزمات حلويات. والنص كيلو بياخد عدد 6 بيض ومعلقة من محسن الكيك لو مش موجود عندك عادي جدا، مفيش اي مشاكل. ونص كوباية من المية، ومية عادية جدا من الحنفية هنحط كل المكونات مع بعض وهنبتدي ان احنا نضرب بالمضرب الكهربائي. لو عندك مضرب يدوي هو هياخد معاكي وقت طويل شوية بس هيمشي برضو. المهم ان انا هنا اشتغل بالمضرب الكهربائي وهفضل اضرب فيه كويس جدا لحد ما يبقى القوام بتاعه زي الكريم شانتيه. قلنا معلقة المحسن لو مش موجودة عادي جدا هنستغنى عنها، بس هي هنا تدي ارتفاع اكتر للكيك بتاعي وبتدي هشاشة اكتر. احرك بس بالمضرب كده علشان الدقيق ما يطلعش، وبعدين هبتدي اشغل المضرب بتاعي. تفضلي بقى تضربي فيه على حسب برضو قوة المضرب بتاعك او السرعة بتاعته. المهم ان انت هتاخدي بالشكل بتاع النتيجة اللي انت لازم توصلي لها. قلنا شكله هيبقى فاتح خالص زي الكريم شانتيه وهيزيد معاكي وهيعيش كده. ده كده بدقيق الاسبونج الجاهز، بيبقى سريع جدا وسهل في التحضير. اما الدقيق العادي بقى بتبقى خطوات انت بتمشيها من الاول، وبتبقى المكونات بتاعته كلها لازم أن تكون موجودة. عكس ده المكونات كلها بتاعته بتكون فيه، مش بتحتاج تضيفي زيت ولا سكر ولا اي اضافات تانية. هو النص كيلو بياخد عدد 6 بيض ونص كوباية من المية. لو المحسن كمان مش موجود عادي جدا مفيش مشاكل. استمر بقى انا هنا كده في الضرب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. شايفين ده كده الشكل اللي انا بقولكوا عليه؟ بقى لونه فاتح جدا والقوام بتاعه بقى تقيل زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى الحلة اللي انا هسوي فيها او الصينية تكون الحرف بتاعها عالي، علشان الكيكة بتاعتي بتكون عالية معايا والحجم بتاعها بيزيد او بيتضاعف. هجيب بقى ورق زبدة. لو مش متوفر ورق الزبدة عادي جدا هتبطني الصينية بتاعتك زي الكيكة العادية مفيش اي مشاكل. بس انا هنا كده عندي ورق زبدة هجيبه وهبتدي ان انا اقصه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. خدنا المقاسات ازاي؟ هنطبقها كده، هنقسمها نصين وبعدين نطبقها كده 4/4، وهنفضل نلف فيها مثلثات كده لحد ما هتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعدين هنقيس على نص الدايرة بتاعة الصينية بالظبط بتاعتي او الحلة اللي انت هتسوي فيها، وهبتدي ان انا اقص دايرة كده زي ما انتوا شايفين. هنفردها بقى في الصينية من تحت، والحرف برضو هناخد المقاسات بتاعته بكل سهولة كده من بره، وهنبتدي نقص ونغلف الصينية بتاعتنا. شايفين هو كده، هو انا كان عندي الورقة كانت مظبوطة بالظبط على الصينية، يعتبر فرق يعني بسيط او الارتفاع بتاعها بسيط. ابتديت ان انا قصيتها وغلفت الصينية بتاعتي. انا هنا كده اديتها دهنتها زيت زيادة حرص برضو يعني مفيش مشاكل. وهبتدي اضيف الورق الزبدة بتاعي علشان ننزل بالخليط في الصينية بتاعتنا. الصينية الموجودة معايا دي مقاس 24 ونص كيلو. بيحتاج صينية مقاس 24 بيكون مناسبة جدا للحجم بتاع الكيك بتاعك. يعني 24 ممكن تعمل برضو كيلو مفيش مشاكل، بس يبقى سيبي ورق الزبدة الارتفاع بتاعه يكون عالي كده علشان لما الكيكة بتاعتك تطلع يكون في ارتفاع معاها او يكون في طول ليها.
انا هنا كده عشان ما اهدرش جبت كده الورقه اللي فاضله من الصينيه من الورقه اللي احنا قصناها دايره تحت، وحطيتها كده عادي جدا. هبتدي بقى انزل بالخليط بتاعي في الصينيه. ركزوا برضو في القوام بتاعه كده وانا بصب الخليط عامل ازاي. ده كده القوام المظبوط، او نفضل نضرب فيه لحد ما يوصل للقوام واللون بتاعه اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما نصب الخليط بتاعنا كله هنبتدي ان احنا نخبط الصينيه خبطتين كده على الرخامه، وهنجيب خله هنجيب العيدان بتاعه الشيش صاروخ، هنجيب عود وهنبتدي ان احنا نقلبها كده كويس جدا علشان ما يكونش فيها اي فراغات. بعد كده هندخلها فرن رف وسط على درجة حرارة 180. هتاخد حوالي 40 دقيقة 45 دقيقة على حسب الحرارة بتاعة الفرن بتاعك. انتي بعد ال40 دقيقة هتخرجيها وتختبريها وتشوفي استوت ولا لأ. لو لسه مستوتش هتسيبها تكمل سواها. خدت بقى ساعة، خدت 40 دقيقة، زي ما هتاخد على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. قلنا هتدخل رف وسط على درجة حرارة 180، وهتخرج معاكي بإذن الله أنجح وأسهل وصفة للكيك الاسبونج، وهتقدري ان انت بقى تزينيها زي ما انت عايزة. وبإذن الله بعد الفيديو ده هنزلكوا فيديو التزيين، وهنزلكوا برضو فيديو الكريم شانتيه ازاي يكون القوام بتاعه مظبوط معاكي بأسهل برضو طريقة، والتزيين هنزلكوا طريقة سهلة وبسيطة جدا بإذن الله، وفي نفس الوقت بتديكي شكل تحفة. شايفين انا هنا كده قفلت الاضاءة عشان اوريكم اللون بتاع الخليط بيكون عامل ازاي، عشان لازم يوصل للون اللي انتوا شايفينه ده علشان تكون ناجحة معاكي. وكمان معلومة ان الكيك الاسبونج ما بينفعش نشتغل فيه في نفس اليوم اللي هو بيستوي فيه، يعني او لو عاملاها مثلا من الصبح اشتغلي فيها اخر النهار عادي جدا. المهم ان انت تسيبيها او بعد ما تخرج من الفرن ترتاح شوية. هنشيل ورق الزبدة بتاعنا كده على طول بعد ما هنخرجها من الفرن، وهنسيبها بقى تهدى براحتها خالص، مش هنشتغل فيها على طول. بغض النظر ان انا هنا كده اشتغلت فيها على طول لان انا كنت مستعجلة على التورتة بتاعتي. تمام. بس علشان تكون ناجحة اكتر معاكي وسهلة وما تفرفتش منك، سيبيها نص يوم او يوم كامل، مثلا اعمليها قبلها بيوم لو انتي عايزة التورتة بتاعتك جهاز الكيك قبلها بيوم، وبعدين تاني يوم اشتغلي فيه عادي جدا براحتك، او اخر اليوم. هنزلكوا بقى باذن الله فيديو التزيين سهل وبسيط جدا، وفي نفس الوقت بيديكي